يقول فيودور دوستويفسكي في كتابه عن البوح للغرباء. هو بيقول ايه بقى؟ بيقول: نكتشف في النهاية ان البوح ليس سهلا للمقربين كما يتصوره الآخرين، بل صعب جدا. والبوح للغرباء متعة وغاية وأمان جدا، لأن اللي انت كل اللي بتقوله معاهم هيروح معاهم، لأن انت هتقابلهم فين؟ يا في المطار، يا في المحطة، يا في موقف، يا في الشارع، يا أي حاجة هتجمعكم، هي بس مؤقتة يوم أو يومين فقط لا غير. والغرباء لا يفهمون سوى ما تريد الحديث عنه، سيقفون بجانبك، سيدعمونك، يضحكون ويبكون معك في نفس اللحظة، لأنهم لا يعرفون أحد من أبطال الحكاية سوى أنت بطلهم في هذه الحكاية كلها. يعني أنت لما تتكلم مع حد غريب، أنت مش لازم تبرر له، مش لازم تقول له أنت عملت كده ليه وما عملتش كده ليه. أنت هتحكي اللي أنت عايز تحكيه، بس أنت عايز تقول اللي أنت عايز تقوله بس. بحس لما الواحد بيسافر كتير وبيروح أماكن كتير وبيقابل ناس غريبة، ولما يقعد هو يسمع هما بيقولوا إيه أو أنت حابب تتكلم معاهم إيه، هما بيرتاحوا، لأن أنت مش هتدينهم ولا هتقول لهم أنتوا عملت ده ما عملتوش ده. ساعات بنلاقي الراحة مع الغرباء مش مع المقربين، وساعات بنحس إن إحنا نقول كلام للغرباء أكتر من المقربين، لأن أنت بالنسبة لهم أنت مش عريان، أنت بالنسبة لهم لسه فيرجن جديد قوي، لسه طفل مولود بالنسبة لهم، فخورين بيك إن هم اتعرفوا عليك، إن هم اتكلموا معاك. أنت حياتك إيه؟ بتتكلم مع الغرباء أكتر ولا مع المقربين أكتر؟ عايزة أسمع آرائكم في الكومنتات.